الكفتة دي من سهولتها وحلاوتها مش هتبطلي تعمليها كل يوم، بأسهل طريقة وجميلة جدا وطعمها تحفة. وزي ما انت شايفة كده اهي كفتة جميلة جدا، كفتة داود باشا. طعمها روعة مع المكرونة، مع الرز الأبيض، مع يعني اللي تحبي تعملي أسباجيتا. تعمليها مع أي صنف جنبيها. تعالوا نشوف هنعمل إيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين إيه يا حبايب قلبي؟ ربنا يعزكم ويا رب وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف. كل سنة وانتم طيبين. هاتي نص كيلو كفتة، حطي عليه كيس بهارات كفتة. تمام. حطي عليه فلفل اسود، حطي عليه 7 بهارات. والملح بتاعك مش هحط حاجة اكتر من كده. تمام. تمام. جيني بقى هنحط الاول بصلة مفرومة وهصفي ميتها اهي. انا بكلمك على مقادير نص كيلو كفتة. مالكيش دعوه اللي انا بعمله ده، بعمله بقى وبشيلها بعد كده في الفريزر، بعملها بخزنها يعني عشان مش كل مره اروح افرم كفته. تمام. تمام يا ام محمد. صفيت البصله بتاعتها، عين الميه بتاعتها، ومش هرمي الميه، هخليها عشان اعمل ابل منها ايدي وانا بصبع الكفته او بكورها. تمام. تمام. اعجني بقى الكفته كده كلها في قلب بعضها كده، اعجنيها كويس جدا لحد ما تلاقي كده طلع منها فتل وخيط كده. تمسكيها تشديها تلاقيها زي في ايدك زي الخيط كده او الفتل كده اهو، زي ما انت شايفه كده. شوفي اهي دي الطريقه. واعجنيها كويس جدا في بعضيها. والكفته بتاعتك لما تروحي تفرميها او بتفرميها عندك في المفرمه او في الكبه، لازم تنعميها خالص، تنعميها يعني. بصي تلتيها خالص في الكبه او في المفرمه. او لو رحتي تعمليها عند بتاع الكفته اللي بتفرمي عنده في المكنه، بتقولي له اعملها لي وشين، يعني يفرمها وشين. الاول بتنزل وش خشن، والتانية وتاني وش بينزل ناعم خالص. ودي بتبقى الكفتة اللي بيعملوها في المحلات. تمام. هنبتدي بقى نشكل الكفتة بتاعتنا كده كور اهي زي ما انت شايفة. وهحطها في الدقيق اهو. دي كفتة داود باشا. اما لو انت هتعمليها زي بتاع العربيات، فما بتحطيهاش في الدقيق، بتحطيها في الصينية على طول في شوية زيت صغيرين، وبتسيبها مع نفسها كده لحد ما بتدلي ميتها وبتتحمر مع نفسها. تعالي بقى هاتي طاسة فيها زيت، وحطي بقى الكور الكفتة اللي انت عملتيها دي كده بالشكل ده، وما تقلبيهاش على طول. تمام. يعني تحطيها وتستني عليها دقيقتين كده، وبعد كده تبتدي ان انت تقلبيها، وهي ما بتاخدش معاكي حاجة على في النار يعني. على طول مفيش 3 دقايق او 4 دقايق بالكتير وبتطلعيها. تمام. تمام يا ام محمد. هنا بقى انا خلصت الكفتة اهي، هبتدي اطلعها اهو. تمام. 4 5 دقايق بالكتير على النار في الزيت. وده شكلها بعد ما اتحمرت اهي. تمام. تمام يا ام محمد. الكفتة دي جميلة جدا وسهلة وبسيطة ومغذية في نفس الوقت. هاتي بقى الزيت بتاعك ده ما ترموهوش. هنجيب معلقة توم مفرومة اهي، هقلبها كده، وهنزل بالصلصة بتاعتي. الاول معلقة زعتر، معلقة صغيرة زعتر. تمام اهو. قلبي بقى الكلام الجميل ده كله. الزيت ده واخد بقى من طعم الكفتة واللحمة، هيديكي صلصة اخر جمال، وطعمها خرافة تحفة. ما تقوليش هرميه او هصفيه، لا، دي الفتافيت اللي فيه دي بتاع اللحمة دي يعني حلوة وطعمها بيبقى حلو. هنزل بقى بمعلقة بابريكا ومعلقة كمون، وهنزل بطماطم مفرومة زي ما شفتي، وهقلبها واسيبها بقى تستوي. تمام. تمام. استوت طبعا انا نقصت عينتي يعني من الصلصة لانها كانت كتيرة. انا عاملاها علشان هعمل جنبها حاجة تانية اللي هي المكرونة. هاخد من المقدار اللي يكفي الكفتة. تمام. مقدار على قد الكفتة اللي انا عملتها. تمام كده. تمام يا ام محمد. طبعا بزودها لو لقيتيها القوام بتاعها تخين شوية، بتزوديها مية سخنة وبتظبطي الملح بتاعها.
وهتبقى معاكي احلى كفتة داهود باشا هتاكليها من ايد ام محمد. الله الله الله. وهنا بقى السبكة اهي، شوفوا التسبيكة جميلة ازاي وحلوة ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو اول مرة تشوفي قناتي تشرفيني وتشتركي فيها، وحطوا لايك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من مطبخ اكلات مصرية. وهنا بقى طلعنا الكفتة. الله الله الله. شايفين الجمال، شايفين الحلاوة. مش عايزة جنبها غير شوية مكرونة زي كده، مكرونة قلم بقى، مكرونة اسباجيتا، مكرونة الصنف اللي تحبوه. ممكن رز بشعرية، والرز بشعرية بيبقى جميل جنبها جدا جدا. وشوية مخلل بقى. ولو حابة تحطيها في سندوتشات كده في العيش بتبقى جميلة جدا. وعملت جنبها بقى طبق بتنجان مخلل. والبتنجان المخلل بقى ده عندكم في القناة لو حابين تشوفوا الطريقة. انا عملته النهاردة مقلي، وفي القناة برضو عاملاه. وفي البتنجان المخلل، وعندكم مخلل الخيار ومخلل اللفت والليمون والزيتون. كل المخللات عندكم في القناة. شايفين جمال البتنجان بقى ده اللي انا عاملاه النهاردة. ولو حابين تشوفوا الطريقة في القناة عندكم. ما شاء الله، صلوا بينا على النبي كده، ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أهم حاجة تصلوا على الرسول وتزيدوا النبي صلاة في الأيام دي. الأيام دي جميلة جدا، أيام مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. لازم نذكر ربنا كتير ونصلي على النبي كتير عشان ربنا يفتح علينا ويبعد عننا كل الحاجات اللي بتحصل في الدنيا دي يا رب، ويجعل مصر آمنة مستقرة، ويجعل أهلها آمنين مسالمين يا رب العالمين. قولوا آمين وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اعملي الأكلة بقى وتبسطي. شوفوا البتنجان جميل جدا، أنا لسه عاملاه. طبعا ده بقى لما بيستنى في التلاجة شوية بتلاقي لونه أحمر، وخد اللون اللي هو البنفسجي كده، بيبقى خطير، بيبقى تحفة. استودعكم الله واشوفكم في فيديو جديد، ومع ألف سلامة.